السلام عليكم. 4 أنواع أولياء الأمور بيتميزوا بيهم في التعامل مع أولادهم، وده اللي أثر عليهم تقريبا بالبوزيتيف أو بالنيجاتيف في كل جيل فات وجيل جاي. إيه هم ال4 أنواع دول؟ نمرة 1 أولياء الأمور الديكتاتوريين، اللي هم بيتقال عليهم ديكتاتوريين ليه؟ لأن هم عايزين يمشوا على رولز معينة، ولازم الولد أو البنت يسمعوا الكلام ومفيش أي نقاش معاهم لغاية ما يوصلوا لبر الأمان. ودايما ده بيبقى نوع من الحب اللي ممزوج بالخوف من المستقبل. فأنت بتبقى كأم أو أب ماشيين في التعامل مع الأولاد بمنطق الخوف، والخوف ده بيخليك ديكتاتوري وكأنك أنت بس اللي صح، ولاغي الشخص اللي قدامك اللي هو ابنك أو بنتك. بيحصل وقتها ان الاولاد بالفعل بيبقوا عندهم طاعة عمياء للأولياء الأمور، شخصيتهم شوية انطوائية وبيعملوا اللي انتوا شايفينه صح مش اللي هم عايزينه. النوع ده من الأجيال بيبقى نوع ما عندهوش السعادة الكافية أو الرضا الكافي، وبالتالي هتلاقيه وهو ماشي في حياته تحس إنه ناقصه حاجة من السعادة، وبيتقال عليه نكدي. هو مش هو بيبقى غصب عنه لأنه حاسس إن في حاجة ناقصاه، وفعلا بتبقى في حاجة ناقصاه. إيه هي؟ شخصيته ما اتفرضتش عليه وما ما أثبتش وجوده بسبب إن هو عطى مساحة كبيرة جدا لأوامر أولياء الأمور علشان هو يمشي عليها من غير أي استشارة تخصه هو في حياته اللي هو جاي فيها. النوع التاني من أولياء الأمور اللي هو الديمقراطي. الديمقراطيين من أولياء الأمور الأب والأم بيبقى عندهم بالانس، يعني مثلا بيدوهم رولز بس في نفس الوقت في نقاش مفتوح. ليه النقاش المفتوح ده؟ علشان أقدر أسمع رأي ابني أو بنتي في الحاجة اللي هم عايزينها، وليه رافضينها وليه متقبلينها. يا تقنعهم يا تقنعني يقنعك. اللي بيحصل ان الطفل ده بجد بيبقى سعيد جدا، بيبقى راضي جدا، عنده ثقة في نفسه، مبدع جدا، عنده افكار جديدة في حياته، دايما ناجح سوشيالي قوي وبيحب المجتمع وبالكوميونتي، والناس على فكرة بتحبه جدا، ويبقى خفيف الدم وبيبقى عنده أريحية في التعامل مع الناس. ليه؟ لأن انتوا سبتوا له مساحة من التعبير عن نفسه وعن ذاته لما بدأتوا بأسلوب الديمقراطية أو التوازن في التعامل ما بينكم كأولياء أمور وما بين أولادكم. النوع الثالث اللي هو النوع المتساهل. النوع المتساهل ده اللي هو لا بيعلم ابنه ولا بيقول له عيب يا ولد عيب يا بنت، وبيبقى الرولز عندهم قليلة جدا. الطفل اللي زي ده ملقاش حد يعينه على توجيهه في السلوكيات عشان يمشي في التراك المظبوط، وبالتالي بيعمل أخطاء كتيرة جدا في المدرسة، مشاغب، بيعمل مشاكل، بيحب يتنمر على الناس، وحاسس ان مفيش حد هيكنترول عليه، وحاسس ان مفيش حد هيقول له انت ليه بتعمل كده، ومش هيتحاسب لانه هو اصلا ما كانش بيتحاسب في اسرته، فازاي هيتحاسب بره في المجتمع، المدرسه او الجيران او الاصدقاء او النادي. دايما بيبقى ترابل ميكر ودايما بيعمل مشاكل كتير، وبالتالي الناس يا اما بتخاف منه او بتتجنبه، واولياء الامور بينصحوا اولادهم التانيين ما يلعبوش معاه او ما يتعاملوش معاه ولا بالحلو ولا بالوحش. النوع الرابع والاخير اللي هو عديم المسؤوليه. الاب والام مش فارق معاهم يذاكروا ما يذاكروش، يروحوا ييجوا يناموا يقوموا يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون طول النهار، ماسكين الموبايل طول النهار. النوع ده بيبقى عندهم أولياء أمور يا إما نسبة الفقر عالي، نسبة الوعي أقل، وكمان بيكون في نوع من المخدر داخل في الأسرة، سواء عند الأب أو الأم بيبقوا بيستخدموا المخدر في حياتهم أو الخمور، وبالتالي هم ما بيبقاش عندهم قدرة على التعامل مع أولادهم، يكبروا بقى ما يكبروش. النوع ده أطفاله بيبقى محرومين من حاجات كتيرة جدا، محرومين من الأسرة، من الوحدة الأسرية، من التكاتف الأسري، وبالتالي هم بيفتقدوا للحنان، بيفتقدوا للتعامل السليم السوي اللي بيخليهم بذرة كويسة في الأسرة، وبالتالي في المجتمع هيبقى مفيد في المستقبل لنفسه ولغيره، وبالتالي بيبقى درجة السعادة والرضا عنده تكاد تكون معدومة. ده ال4 أنواع. يا ترى بقى أنت أنهي نوع فيهم؟ أنت أنهي نوع فيهم؟ أنتوا كزوج وزوجة اتعاملتوا مع أولادكم إزاي؟ خلي بالكم لأن الأجيال الجديدة
واللي جاي كله بيحاول ان هو يتعامل مع الكون، بيحاول يتعامل مع المجتمع بطريقة سطحية جدا. مفيش عمق في الأفكار، مفيش روحانيات ثابتة، مفيش قرب من ربنا كافي، وبالتالي الأخطاء بتزيد، والتعلق بالسوشيال ميديا والعوالم الافتراضية، أو إن أنا أشوف اللي أحسن مني من الشكل المادي أو بيخليهم مش قادرين يشوفوا مستقبلهم، ومش عارفين يعملوا فيجن أو يعملوا زي بلان لحياتهم علشان يقدروا يبنوا مستقبلهم ويشوفوا هم عايزين يعملوا ايه. الاطفال الاجيال اللي موجوده في الوقت الحالي جيل نقول عليه ان هو مظلوم، لانه جه في وقت مشاكل كتيره جدا بتحصل في المجتمعات وفي الدول وعلى مستوى الاعلام. وبالتالي الاطفال في الوقت ده بيبقى اتجاههم كله للكوره، للفن، للتفاهات، للحاجات اللي بتخليهم شخصيتهم سطحيه وما عندهمش اي طموح في المستقبل. وده اللي بيخليك تتخوف وتحس انك انت المخاوف بتاعتك هما الاجيال دي لما هتكبر هتعمل ايه. فحاول ان انت تتكاتف مع اولادك علشان تقدر تطلع منهم ذريه صالحه اللي تقدر تفيد بيهم نفسها وبلدها. وفي نفس الوقت لما تروح لربنا سبحانه وتعالى تبقى عارف انت قضيت وقتك في ايه مع اولادك، واولادك استعانوا بالوقت ده لمستقبلهم ازاي، وبالتالي رب العالمين لما يحاسبنا يبقى عارف احنا خدنا ولادنا وديناهم على فين. شكرا لكم، سلام عليكم.